هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتونا وغايبين عنكم بقالنا فترة، بس للأسف كنا مشغولين حبتين. بس طبعا كنا بننزل فيديوهات قصيرة على انستجرام وعلى التيك توك، فلو حابين تكونوا معانا أول بأول تابعونا هناك وهتلاقونا موجودين معاكم باستمرار. هحضر معاكم النهاردة الشاورما المصري الأصلية بأفضل طريقة ليها. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا خليني افكركم بالشير ولايك للفيديو بتاعنا لو عجبكم، ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنحضر بقى تتبيله الشاورما. عندي هنا معلقه صغيره من بهارات السبع بهارات، معلقه صغيره من البابريكا، كمون، نعناع ناعم اللي هو المجفف يعني، وبقدونس مجفف. وهضيف عليهم كمان مكعب مرقه مفتتاه كده بايديا. وهضيف كمان آم، بشر جوز الطيب. انا مش هضيف كتير، بس هو يعني بشرة صغيرة كده بتدي طعم وبتفرق في الطعم كتير يعني كتير جدا. هضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، 3 معالق كبار من الخل، و3 معالق كبار من زيت الزيتون، وعصير ليمونة كاملة. دي كده كل البهارات بتاعتي، وطبعا هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف تحت الفيديو، ما تقلقوش. هقلب ده كله مع بعضه كويس جدا، واحاول كده بالمضرب بتاعي ان انا افتت مكعب اللي هي المرقه اللحمه. لو انتوا عندكم مرقه لحمه باودر او يعني ان هي هتكون افضل كتير من المكعب الجامد، بس هو ده اللي كان متوفر عندي للاسف وقتها. فهقلبهم مع بعض كويس جدا واتاكد ان هم اختلطوا مع بعض كويس. بعد كده هبدا ان انا اضيف اللحمه عليهم. اللحمه اللي انا مستخدماها هنا دي انا بروح بطلبها من الجزار، بقول له عايزه اللحمه تكون وش فخده او سمانه. انا بحب بصراحه في الشاورما في حاجات اكلات معينه كده بحب اجيب اللحمه فريش، ما تبقاش بايته ولا متشاله عندي في الفريزر. فبنزل اجيبها يومها الصبح، بقول له ان انا عايزاها وش فخده او سمانه، واخليه يقطعها لي تقطيعه شاورما. ده مهم جدا وبتفرق جدا في الطعم. ودي احلى قطعيه تاكلوا منها شاورما، بتكون ناعمه وطريه وحلوه قوي. فانا ضفت اللحمه بتاعتي كلها دلوقتي، وهبدا بقى ان انا اقلب كل ده مع بعضه في التوابل والبهارات اللي انا حطيتها معاكم. نتاكد بقى ان هي اتقلبت كويس قوي، وان التتبيله وصلت لكل اللحمه بتاعتي. طبعا بعد كده هغلفها وادخلها التلاجة ترتاح براحتها وتاخد وقتها في ان هي تتبل. ايه الوقت المناسب؟ على الاقل ساعتين 3 تكون خدت راحتها كده، نسيبها براحتها ونشوف ايه ورانا، وبعد كده نرجع لها مرة تانية. وطبعا كل ما تطول المدة كل ما هيكون افضل. بعد ما عدى بقى الوقت بتاعي اللي انا سبتها تتبل فيه، هبدأ ان انا اسويها على النار. انا ضفت هنا معلقتين من السمنة البلدي. عشان ايه بقى؟ ناخد احلى طعم، فامشوا على الخطوات هتعجبكم قوي. انا حطيت هنا معلقتين كبار من السمنة البلدي. هضيف عليهم كمان حتة ليا متقطعة. لو مش متوفرة عندكم استغنوا عنها، بس هي فعلا بتفرق في طعم الشاورما. فعلا بتخلي طعم الشاورما زي احلى شاورما بنجيبها من المحلات اللي احنا عارفينها المشهورة قوي بالشاورما المصري. مش هتفرقوها عنها خالص. هخلي بس اللي عندي تسيح كده شوية، وهبدأ ان انا اسوي اللحمة بتاعتي على دفعات، مش هنحطها كلها مرة واحدة. هاخد حبة كده واحطهم واسيبهم بقى يستووا، واشيلهم. مش هياخدوا معايا 3 4 دقايق، واحط بعد كده اللي بعدهم واشيلهم، وهكذا بالتناوب. كمية اللحمة بتاعتي كلها استوت على 5 دفعات. ليه انا بعمل كده؟ عشان اللحمة بتاعتي تاخد الصدمة من الحرارة بتاعت الطاسة، وما تجيبش ميتها. انا مش عايزاها تحتفظ بالعصارات بتاعتها، ما تجيبش المية بتاعتها في الطاسة. تمام. فانا هقلبها مع بعضها كويس قوي. دي نفس الطريقة اللي بنسوي بيها البيف ستراجانوف. هشيلها بقى واحط المجموعة اللي بعدها بعد كده. ما نحطش كمية كبيرة يعني، عشان كده انا مقسماها على كذا دفعة. تمام. هي كده كانت تقريبا خلاص استوت معايا. هبدأ بقى ان انا اشيلها من على النار. واللي موجود دلوقتي في الطاسة عندي دي من البهارات بتاعتها او التتبيلة بتاعت الشاورما. ده هي ما جابتش دهون ولا اي حاجة، لان اللحمة زي ما شفتوها انا جايباها لحمة حمراء ما فيهاش اي دهون. هو انا بس معلقتين السمنة اللي انا حطيتهم وحتة اللية. مش عايزة حاجة تاني اكتر من كده. بعد بقى ما سوينا كله خلاص وخلصت الكمية بتاعتي كلها، ده اللي اتبقى في الطاسة من البهارات والتتبيلة بتاعت الشاورما. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الطحينة، واقلبها معاهم كده وادوبها معاهم كويس قوي. اتأكد ان هي
خدت الطعم في التتبيله. وبعد كده هنزل اللحمه بتاعتي اللي احنا سويناها كلها مع بعض. انا هنا بقى بنزل اللحمه، ده كل الكميه بتاعتي اللي هو كيلو اللحمه اللي انا قلت لكم عليه. طبعا تقدروا تظبطوا المقادير طبعا والكميه زي ما انتوا عايزين، يعني عايزين تعملوا نص الكميه، عايزين تكتروا براحتكم على حسب عدد افراد الاسره كمان. هنا بقى قلبتها مع الطحينه كده والصوص خدت منه. وبعد كده ضفت بصله كبيره متقطعه جوانح كده شرايح، هتبقى طعمها حلو جدا وهتدينا الكرانش بتاعت زي ما بنشتريها من بره. انا عايزه البصله بس تاخد سوا بسيط، مش تدبل. انا مش عايزاها تدبل ولا ان هي تطوف في وسط اللحمه، لا لا، عايزاها تكون واضحه برده كده معايا، بس الطعم الحامي اللي فيها بس مجرد ان هو هيروح. قبل ما اطفي على طول بنضيف الطماطم. انا محضره هنا طماطم متقطعه مكعبات صغيره والبقدونس، دول اخر حاجه بتضاف، ما بنضيفش حاجه بعدهم. هضيفهم اقلبهم. حاجه تانية معلش هضيفها، انا دقتها حسيت ان هي محتاجه لسه ملح، فانا اخر حاجه هضيفها فعلا، يعني انا خلاص هطفي النار، هضيف بس معلقه واحده كمان من الطحينه وهضيف ملح. انا ضفت معلقه، نص معلقه صغيره من الملح، ما حسيتش ان هي محتاجه كتير لان هي كانت محطوطه كمان في المرقه، كانت في التتبيله وفي خل، فدول برضو مظبطين الطعم معايا. انا في التتبيله ما حطيتش ملح، فكل اللي احتاجته حطيت نص معلقه صغيره من الملح كده، ظبطت الطعم معايا وخلاص، مش محتاجه اي حاجه تاني. طفينا عليها بقى النار، خلاص هنطفي عليها النار دلوقتي حالا. وكده الشاورما بتاعتنا جاهزه. الريحه بتبقى قلب البيت، محدش بيبقى مستني ان هي تتعمل سندوتشات حتى عشان ناكلها. قلبتها بس تقليبه كده مع بعضها، ونبدا بقى نجهز السندوتشات. العيش بتاعنا نكون مجهزينه ونغمسه كده في الصوص بتاع الشاورما، ونبدا نحط اللحمه على وش العيش. بصوا فعلا مش هكررها لكم تاني، بس فعلا احلى وافضل طريقه للشاورما، وطعمها فعلا زي اللي بنشتريها من بره، واحلى مليون مره، ومضمونه فعلا هتهبلوا عليها. انا حطيت اللحمه وحطيت عليها صوص طحينه، طبعا ده غير الطحينه الخام اللي احنا كنا بنضيفها على الشاورما اثناء السوا. هكتب لكم طريقه الطحينه دي، بجد هتعجبكم جدا وهتعتمدوها بعد كده في كل اكلكم، بتكون هاديه ومش حاميه كده وحلوه قوي. هكتبها لكم وهتلاقوها برضو في الديسكريبشن بوكس مكتوبه تحت الفيديو. نحضر بقى سندوتشاتنا كلها ونشوف احنا ايه اللي حابين نقدمه معاها. بطاطس محمره نشوف هنقدم معاها ايه، والمخللات بتاعتنا، وان شاء الله هتعجبكم. دي كانت وصفتنا للنهارده، وما تنسوش لو عجبتكم تدعمونا بالشير واللايك للفيديو. ولو الوصفه عجبتكم واول مره تشوفوا القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشوفكم فيديو جديد قريب جدا، واقول لكم دلوقتي